مساء الخير عليكم واهلا وسهلا بكم في قناه بيتك احلى مع شيمو. النهارده ان شاء الله جاي لكم فيديو جميل جدا. فيديو هكلمكم فيه عن كل المنظفات الجميله المفيده اللي استخدمتها على مدار سنين فاتت، وهقول لكم كل المعلومات اللي اعرفها وايه الحاجات اللي ممكن نستبدلها لو يعني في منتج سعره غالي، جودته بتبقى عاليه وسعره غالي، فعايزين بديل ليه ممكن ناخد نفس النتيجه، وايه الحاجات صراحه اللي انا هستبعدها ومش هشتريها تاني. وكام نصيحه كده ان شاء الله. هكلمكم عن المنظفات بتاعه المسحوق، يعني المسحوق ومنظفات الغساله. هكلمكم عن الحاجات اللي نستخدمها للارضيات، التعقيم، التطهير، البقع، تسليك الاحواض او الحاجات اللي تكون مسدوده. كل الحاجات دي ان شاء الله هكلمكم عنها. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تحطوا له لايك حلو منكم، وكمان اللي لسه مشتركش في القناه يشترك معايا وينورني عشان يوصلوا كل جديد انا هقدمه. ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه عندي هكلمكم عنها الاتنين دول اللي هم نينجا بالنسبه لي، بيكنج صودا وملح الليمون. الاتنين دول انا ما بستغناش عنهم، بستخدمهم طبعا في حاجات كتير، يعني لتسليك الاحواض ده اساسي مع الميه المغليه مع الخل، ده اساسي بالنسبه لي وبيديني نتيجه حلوه جدا. كمان في الغسيل الابيض، كمان في دوره الغسيل للغساله، تلميع المعالق او تعقيمها، لو عشان انا ما عنديش غساله اطباق فبستخدم نسب بسيطه من الحاجتين دول مع شويه اضافات تانيين فبنضف بيهم فبيديني نتيجه حلوه جدا. فدول انا بنصح اي حد بيهم وجمال جدا ونتيجتهم حلوه. تاني حاجه عندي اللهلوبه، واللهلوبه دي برده نينجا بالنسبه لي، بستخدمها بقى في الرخام وفي السيراميك وفي الارضيات والحيطان والحوض وتلميع الاستانلستين، وكمان لو عايزه ان انا اغسل بيها الفوط. ريحتها جميله قوي بتنضف، والنقطه منها بتديكي يعني رغوه حلوه قوي ونظافه جميله جدا. وبرده سعرها مش غالي وبتقعد معايا فتره طويله جدا عشان خاطر العبوه بتاعتها هي صغيره بس الماده اللي فيها كريمي شويه. الحاجه اللي بعد كده اللي انا استخدمتها، يعني استخدامي ليها كان مره واحده او مرتين وما خدتش النتيجه اللي انا محتاجاها. وطبعا الفانش احنا عارفين ان السعر بتاعه عالي، مش رخيص، بس ده كان عرض فانا جبته عشان خاطر كان عندي بقعه في هدوم، يعني بقعه حنه في الهدوم الالوان، بس للاسف هي ما طلعتهاش ليا. ما اعرفش بقى الحنه اساسا ما بتطلعش ولا، يعني انا فهمت ان الفانش اي بقعه بيشيلها على طول يعني، فللاسف ما طلعتش معايا. فانا صراحه مش هكرر الاستخدام ليه تاني. يمكن الكلور بيجيب معايا نتيجه كويسه، الكلوركس الالوان جربته في كذا بقعه فهو بالنسبه لي كويس جدا، فمش هكرر صراحه فكره الفانيش دي تاني. اللي بيستخدمه بقى وشاف منه نتيجه يعني تمام مفيش مشكله. تمام. بعد كده عندي بقى هكلمكم عن التسليك برضو للبلاعات، وجاب نتيجه معايا حلوه قوي، بس هو طبعا خطر شويه ويفضل ان احنا نستخدمه يعني بحذر شويه. ما ينفعش ان احنا نضيف معاه اي مكونات. للاسف يعني ضفت معاه مره و آه، عمل لي مضاعفات جامده شويه، فالحمد لله يعني، فما كنتش خدت بالي. فهو ده الفلاش ده جميل قوي للتسليك برضو البلاعات، ويعني بينظف قوي كويس قوي، بس هو عامل زي ميه النار بالظبط. عايزه اقول لكم بيكوي في الجسم، ولو اتضاف مع اي حاجه تانية بيبقى خطر جدا. فيعني لو جبناه نستخدمه بحذر. انا كمان كان عندي مشكله في فواصل السيراميك، فقلت بقى هو ده اللي هيجيب معايا من الاخر يعني، بس ما برضو ما اكل الفواصل دي، شال كمان الاسمنت اللي هما بيحطوه يشربوه فيها ده، شاله تماما. فهو الحاجه الوحيده اللي انا بقيت بستخدمها فيه وتجربتي فيه كويسه اللي هو تسليك برضو البلاعات بتاعه الارض، بيجيب نتيجه حلوه قوي معايا وبينضف مع الميه المغليه. تمام. بعد كده بقى عندي هنا الجف ده جميل قوي وحلو ونتيجته جميله، بستخدمه طبعا برضو في الاحواض وفي تلميع الاستانلستين. بستخدمه كمان في الحلل بتاعه الاستانلس، لان الارضيه كده بتاعتها بتبقى مكان عين البوتاجاز برضو فيها بقعه بتبقى مغمقه شويه، فبحطه عليها وبسيبه بينضف معايا تماما. للحنفيات، للحوض الاستانلستين، لو عايزه برضو ان انا انضف بيه البانيو بعمله بيه. لو حبيت ان انا انضف المعالق واعقمها برضو بحط شويه مع ميه مغليه كده اديهم غلوه فبينضف معايا. هو في منه اللي بالليمون ده وفي منه النوع التاني ده وده نتيجه هم الاثنين نتيجه واحده، يعني ما فيش فرق بينهم. هو طبعا سعره برضو في حدود 47. من زمان ما جبتوش يعني، لان العبوه دي بتقعد معايا حوالي سنه او اكتر عشان هي نقطه واحده بس. طبعا انت لو ما عندكيش بتستخدمي الليمون، بتجيبي الليمون بعد ما بتعصريه بتغليه على النار وبتاخدي الميه بتاعته وترمي القشر، وممكن كمان تضربي القشر مع شويه ميه وتستخدميه، فبيبقى ده بديل ليه لان هو كده كده اصلا معمول بالليمون. تمام. الحاجه اللي بعد كده بقى للبوتاجاز وازاله الدهون يعني الحاجات اللي بتبقى في البوتاجاز والشفاط، انا جربت قبل كده باور، وجربت سترس، وجربت اللي هو لود فيك احسن حاجه استخدمتها. طبعا كمان اللي بيعانوا من الحساسيه ومن الكحه والريحه بتاعته والايدين كمان، هو لود فيك ده جميل جدا جدا، نتيجته حلوه قوي، مفيش ريحه منه بتطلع، ما يتعبش الصدر، كمان ما بيبوظش الايدين ولا الضوافر لو ما استخدمتيش من غير جلافز ولا حاجه. فده اللي انا انصحكم بيه. باور صراحه ده كان عندي من زمان قوي، وما يعني العبوه دي انا حاطه فيها منظف تاني.
فحبيت بس اقول لكم عليه، ده احسن وانضف حاجه، ومفيش فرق يعني في السعر بينه وبين الستريس غير ممكن 5 جنيه بس هو بالنسبه لي احسن. ده انا لسه مجرباه يعني، دول كده جربتهم ممكن في شهرين. باخد منه حاجات بسيطه كده، وكمان بينضف معايا ومش بيبوظ الستانلس ستيل كمان. كمان عندي هنا اللي هو الجلانس بتاع الازاز. برضو حلو قوي النوع دوت، ورخيص كمان مش غالي، وجميل قوي وبيدي نتيجه حلوه. جربته برضو وحبيت ان انا انصحكم بيه. تمام. بديل بقى الجلانس والبليدج بتاع الخشب ومنظف الازاز والحاجات دي كلها، الوايبس. يعني الوايبس ديت انا بقيت بستخدمها، ما عادش بستخدم الجلانس ولا البليدج ولا الحاجات دي خالص. بقيت بستخدم الوايبس ديت. هو منديل واحد بيظبط معايا الدنيا كلها، يعني لو عايزه امسح رخامه، عايزه امسح الخشب، عايزه امسح المرايات، حلو قوي ونتيجته حلوه وبينظف وليه حاجه كمان جميله. وبستخدمه كمان في المطبخ عندي في الدواليب وكده، فحلو قوي وبيبقى نازل عليه عروض جميله جدا. تمام. بالنسبه بقى للتعقيم ولتطهير الارضيات والاسطح، عشان خاطر لو مثلا مكان طيور مكان لحوم، الارض برضو كتعقيم وكده، ده بديل اللي هو الديتول. دي شركة يعني، هو يعني مش هقول لكم نفس الديتول طبعا، لان الديتول معروف يعني لا غنى عنه وغني عن التعريف، بس دوت بديل ليه وجميل قوي وسعره مش غالي. فيعتبر يعني ايه، لما تكون الميزانيه كده مخربه معاكي مش عايزه تجيبي ديتول، هتستخدمي الماركه دي. حلوه قوي، هي اسمها ايزي كلين، جميله قوي وحلوه ونتيجتها جميله، والريحه بتاعته كمان ثابته وبتقعد فتره طويله. انا بستخدمه في تنظيف الارضيات والمسح، وكمان بستخدمه في يعني في مسح الارضيات، وكمان بدعك منه التويليت وكده، بيبقى حلو قوي معايا. ولو حبيت كمان اعقم الارض برده في المطبخ وكده برده بستخدمه، فهو حلو قوي، انصحكم بيه. بعد كده بقى ايه، عندي الكولوريكس ده كولوريكس جل، برضو حلو جدا. هو ما بيستخدمش، انا ما استخدمتوش للهدوم خالص، بس بقى بستخدمه برضو يعني يعني ممكن اصلا تكنسلي كل المواصفات التانية وتستخدميه هو. برضو للاحواض والارضيات وللحيطان وللحوض والحمامات، كله بيستخدم، واصلا هو مكتوب عليه كده من ورا بيستخدم في حاجات كتير قوي. انا ما جربتوش للهدوم لان هو لو حطيتيه على الهدوم بيضيع اللون خالص، لان هو قوي جدا جدا جدا. فانا صراحه استخدمته حتى العبوه خلصت معايا، لان هو حلو قوي وهكرره تاني باذن الله. بعد كده بقى عندنا قسم اللي هو الكولوريكس. انا بالنسبه لي الكلور دوت حلو قوي للارضيات برضو، وللتعقيم والجراثيم والتلميع. يعني انا لما بيكون عايزه ان انا امسح الارض، يا اما الديتول، بديل الديتول او الديتول او الكلوريكس او شويه برسيل جل او شويه معطر بس كده، والدنيا بتبقى معايا فل. بس هو ريحته حلوه قوي وثابته، وكمان بستخدمه في تنظيف التويليت. وطبعا عندي هنا الكولوريكس الالوان دوت الابيض للغسيل الابيض، مع شويه اضافه معلقه ملح ليمون وبيكنج صودا وشويه خل مع المنظف، بيبقى الغسيل الابيض عندي فله. تمام. عندي هنا بقى كولوريكس الالوان. كولوريكس الالوان في منه اللون اللي هو البينك ده، وفي الموف او الازرق ده. تمام. انا عن تجربه اللي جربته ده افضل واحسن بكتير جدا جدا. ده جربته كذا مره، لطش في الهدوم وبقع كمان وساب اثر فيها، لكن ده لا بيسيب اثر ولا بيبقع ولا بيعمل اي حاجه خالص، وبينضف كمان. وفي بقع كتير جدا كانت بتقابلني في الهدوم، وخاصه هدوم الاطفال، كان بيزيلها معايا بسهوله جدا. فانصحكم بيه، كويس جدا جدا وحلو مش وحش. تمام. نيجي بقى بعد كده للنينجا بقى بتاع التنظيف الغسالات وتنظيف الملابس وكده، المسحوق. المسحوق اللي قدامي عندي هنا اللي هو دوت بتاع فيلافيتا، وعندي تايد، وعندي اوكسي، وعندي اريال. الاربعه دول مفيش فرق بينهم، الاربعه دول نتيجتهم حلوه جدا، الجوده بتاعتهم عاليه، السعر بتاعهم طبعا كل مره بيبقى نازل عرض. انا عايزه اقول لكم ده اول مره استخدمه، يعني انا ده جبته في المشتريات اول مره استخدمه، طلع تحفه جدا جدا جدا. ريحته جميله، بينظف، ما فيهوش اي مشكله خالص. هو طبعا سعره يعني ده كان 3 كيلو ما يعادل 6 كيلو، كان عامل 75 جنيه، كان نازل عليه عرض من 132 جنيه. انا ما كنتش بجربه ابدا، ما كنتش عايز حابه اجربه، بس لقيت حد شكر فيه فقلت لازم اجربه، وكمان لقيت سعره حلو قوي، فصراحه طلع تحفه جدا. برده طيب بيبقى عليه عروض كتير قوي، واوكسي واريال، الاربعه دول مفيش فرق بينهم، هم حلوين. اللي تلاقي عليه عرض ومناسب معاكي هاتي منه، يعني بيبقى حلو مش وحش. تمام. عندي هنا برده من شركه فيلافيتا ديت في اللي هو المعطر بتاع الملابس. دي كانت عامله 23 جنيه، ودايما بينزل عليها عرض برده ل 23 جنيه. لما كنت جايباها في العرض كانت 23 او ب 22. تمام. دي لتر. ريحته حلوه قوي وجميل وفل. ايه البديل بتاعه بقى؟ البديل بتاعه ان انا بستخدم ده دوني سايب، بتجيبيه من عند اللي هم بيبيعوا بقى المنظفات والحاجات ديت سايبه.
دول كده عاملين 6 جنيه، ده لتر برضو، وريحته قويه جدا جدا جدا، وريحته تحفه قوي، ومفيش فرق بينه وبين ده. كده كده ده هنحطه على الملابس، ممكن نحطه في الارضيات، في تنظيف يعني في مسح الارضيات، حلو قوي مفيش منه اي مشكله. يعني ممكن يعني ده دول كده ب6 جنيه، وده كده ب23 جنيه. تمام. انا كمان مستنيه ده يفضى عشان هفضي ده هنا واشوف نفس اتاكد يعني اذا كانت نفس الكميه ولا لا، بس هو ريحته حلوه قوي، انصحكم بيه. زي ما بالظبط بنصحكم بده، سعره 75 جنيه نازل عرض. طبعا هنا ما بيقلش عن ده. كنت جايباه ب90، وده جبته برضو كان ب90 برضو يعني، وده كنت جايباه اخر مره ب105. فبصوا الاسعار مختلفه عن بعضيها، بس ممكن نبدل بحاجه وتطلع نتيجته حلوه. كمان انا بستخدم ايه لتنظيف المواعين، بدل بقى الفيري والبريل والحاجات اللي اسعارها عاليه قوي دي، بجيب زي ما انتم شايفين كده برضو الصابون سايب من عند اللي بيبيع المنظفات، بجيب من عنده الصابون والكلور. بجيب الكيسه دي كده، بحط معاها كذا كيسه تانية، بيبقى معاها دي كده، بضيفهم الاثنين على بعض وبحط عليهم 10 لتر ميه، او عايزه تقللي عايزه تزودي، بس هو بيقول لك كميه الميه المظبوطه، وبدوبهم كويس في اتجاه واحد، وبعد كده بستخدمه، بيبقى زي الصابون الفيري والحاجات التانية، وبينضف، ما بيسودش الايدين لو قلنا ان ايدك تسود او كده، لان دي حاجه طبعا اساسيه ومهمه. فهو حلو قوي وبديل كويس جدا. 10 لتر ممكن ده كده كان عامل 25 جنيه، مش متذكره والله، او 15 حاجه زي كده، بس بيقعد معايا فتره، بديل طبعا لازازه الفيري اللي وصلت دلوقتي 40 و50 جنيه، او الكميه اصلا ما تقعدش معاكي فتره طويله. فده بديل حلو قوي برده ليها. زي ما قلت لكم كمان بديل الديتول واللهلوبه برده بديله حلو قوي للتنظيف والحاجات. برضو المناديل المبلله بديله للجلانس والبليدج. يعني الحاجات ديت نحاول ان احنا نستخدمها، اسعارها حلوه ورخيصه اكتر، يعني افضل من الاسعار العاليه في حاجات تانية كتير. اتمنى يا رب يكون استفدتوا من الفيديو وعرفتوا بقى بعض الحاجات كده، وعرفتوا ايه المنظفات اللي ممكن نستخدمها وايه البدايل ليها. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.